بص يا باشا، قبل ما تفكر تمد ايدك وتدفع قرش واحد في تيجو 3، اسمع الكلام ده كويس جدا علشان ما تلبسش وتندم بعد كده. العربية شكلها يضحك بس جواها حكاية تانية خالص. خليني احكيها لك النهاردة واحدة بواحدة وبالبلدي كده علشان نكون على نور. اول حاجة لو هتكلم عن الاداء، ده مش موتور يا جماعة، ده خلاط. الموتور 1600 سي سي، بتحس انك سايق توك توك متدلع كده. تحاول تدوس على البنزين تلاقي العربية بتفكر قبل ما تتحرك. السي في تي الفتيس الناعم زيادة عن اللزوم، تحس كأنك بتسوق في سلو موشن. العزم، فين العزم؟ هتفضل مستني العربية تفكر قبل ما تتصرف. اما بقى بالنسبة للجودة، اي جودة موجودة في العربية. انا بسألك انت، ايوه الخامات جوه العربية صراحة كده تقولك انا رخيصة. بلاستيك في كل حتة، حتى زرار التكييف يا جماعة وزراير التكييف كلها تحس لو دوست عليها جامد هتقع. وبصراحة العربية عاملة نفسها شكلها شكل حلو، بس كل حاجة فيها تقولك تقليد صيني مش متقن. اما بقى بالنسبة للثبات، خليك ماسك الدركسيون بايديك واسنانك فعليا. على السرعات العالية تحس العربية بترقص وكأنك راكب موجة مش طريق. اي هوا او ملف جامد يعني شوية هيخلي العربية تميل معاك وتحس انها ممكن تطير. تيجو 3 لا، دي طيارة على الارض بس بدون امان. اما بقى بالنسبة لإعادة البيع، ربنا يعينك. يوم ما تفكر تبيع هتكتشف انك كنت شاريها بسعر وبتباعها بسعر تاني خالص. الناس مش واثقة فيها وسوقها نايم نايم فعلا، واللي هياخدها منك هيبقى بفاصل كأنه بيشتري خضار. بالنسبة لقطع الغيار فلغز محتاج حل، مش متوفرة بسهولة، ولو لقيتها أسعارها غالية على عربية المفروض إنها اقتصادية. غير كده الورش كتير مش حابين يتعاملوا معاها علشان مش فاهمين أساسا فيها كويس. الخلاصة، لو عايز عربية منظرها حلو في الصور وعلى الورق بس ممكن تفكر فيها، إنما لو عايز راحة وأداء وأمان وفلوسك ما تضيعش وقتك عليها. اما بقى بالنسبة للتكييف، صوته عالي وبروته ضعيفة، يعني هتشغله تحس ان في مكنسة كهرباء شغالة، وبرغم كده التبريد زي اللي جاي من مروحة صينية ب50 جنيه في الحر. خليك ماسك منديل وادعي ربنا بقى وانت بتهوي. اما بقى بالنسبة لنظام التعليق، ظهرك هيكرهك. المطبات بتحس بيها كأنك نطيت من فوق سلم 3 درجات. المساعدين ناشفين، واي نقر صغيرة في الطريق بتتحول لهزة في ظهرك ومخك كمان. ركوبها مش مريح خالص للأسف، وخصوصا لو راكب ورا. أما بقى بالنسبة للعزل، إيه هو العزل أصلا؟ صوت الهواء، الكاوتش، الموتور، الشارع، الميكروباص اللي جنبك كله هتسمعه وانت جوه العربية كأنك فاتح الإزاز. الهدوء حلم مش موجود أصلا. وبالنسبة لنظام الترفيه بيرخم شوية، الشاشة بتقطع والبلوتوث ساعات بيشتغل وساعات لأ. السوفت وير بتاعها قديم وتحس انك بتتعامل مع موبايل صيني من 2010. وبصراحة مفيش دعم حقيقي للتحديثات ولا إصلاح الأعطال اللي بتظهر أساسا بعد فترة. تجربة العملاء مع التوكيل ساعات بتكون مؤسفة، قطع غيار بتتأخر، مهندسين مش عارفين الأعطال كويس، وتكلفة الإصلاح ساعات بتبقى غالية بشكل مش منطقي. يعني بدل ما تكون مرتاح تلاقي نفسك بتدعي على اللي نصحك بيها. أما بالنسبة للاستهلاك مش اقتصادي خالص. المفروض إنها 1600 سي سي والسي في تي يعني موفرة، بس اللي بيحصل بتستهلك بنزين كأنك سايق عربية 2000 سي سي، خصوصا في الزحمة. تمشي على مهلك وتلاقي المؤشر بيقرب إنه يخلص. لو هقولك آخر كلام، لو بتدور على عربية تحسسك إنك كسبت بعد ما اشتريتها تيجو 3، مش هي دي من النوع اللي ينور لك أول يومين وبعد كده تقعد تقول يا ريتني كنت سمعت الكلام واشتريت حاجة تانية لها اسم وتاريخ. لو حابب أقولك على عربيات في نفس الفئة السعرية بس تستاهل فعليا، اكتب لي أسفل الفيديو في التعليقات، وما تنساش تشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.